هلو يا حلوين، النهارده جايه اعمل ريفيو جديد عن برودكت جديده استخدمتها هنا بقالي حبه حلوين، وبصراحه هو عجبني قوي وعجبني بقيه اللاين بتاعه. بس خلينا نتكلم عليه هو. وهو الجل بتاع لانج هير. ده براند هنا الماني موجود، وهو بصراحه يعني اللاين كله عجبني قوي. استخدمت كذا حاجه منهم، بس تعالوا نتكلم عن الجل بتاعه. مبدئيا انا مستخدماه وبقالي كده 3 ايام. الحمد لله في هولد شويه، في هيشان بس مش الاوفر. لاني حقيقي انا هنا مع الرطوبه والجو انا مش بكمل بجد يومين وبلاقي شعري هش بطريقه مريبه جدا، رغم اني بعمل كل حاجه، بس طبعا الجو مش بيساعد. خليني اقول هو مكوناته الاساسيه الالوفيرا جل، وهو نفسه ملمسه غريب شويه، انا حتى استغربته قوي. خليني اوريكم، يعني يا رب يكون باين. هو تحسه كأنه جواه فتافيت كده او حاجة كده غريبة، لكن هو مجرد ما بيتعمل على الشعر ما بيكونش فيه الفتافيت دي، ودي حاجة استغربتها جدا. خليني اقول كمان هو معمول مخصوص للشعر الكيرلي، فبالتالي ما فيهوش اي سيليكون ولا بارابن ولا سلفات ولا اي حاجة تكون بتضر شعرنا، ودي حاجة عجبتني قوي. لاني قليل جدا ما بلاقي برودكت هنا تكون معمولة بالطريقة دي لينا مخصوص. هو موجود في دي ام وفي غوسمان. للناس اللي موجودة في ألمانيا وجايين جديد هتلاقوه موجود، وسعره غالبا 5 يورو. هو غالي شوية طبعا بالنسبة للبرودكت هنا، لكن طبعا يعني كله فدا شعرنا. فانا اديله بصراحة 10 من 10. انا بجد مبسوطة حتى بشكل شعري، يعني زي ما انتم شايفين شعري حلو جدا، والهولد بتاعه حلو. انا عاملة ستايل اي كلام برضو، مش الستايل بتاعي الجامد، فمتهيألي حتى لما هعمل ستايل حلو هيديني شكل احلى من كده كمان. وبكده نكون خلصنا الريفيو عن البرودكت الجميل ده، واستنوني هكمل بقية السلسلة بتاعته عن بقية الحاجة بتاعته. باي باي.